شوف السؤال يقول ليش دائما مبارك انت تقول سكروا ديونكم قبل ما تبلشون استثمار او بالاحرى يعني خلينا نسكر ديننا. بوريك شغله مو بس انا خل اوريك اكثر كتب اليوم اللي تتكلم عن الاستثمار هذا كتاب فيصل قرقري زين، وكتبه تتكلم انه صفر ديونك، سيكولوجيا المال يتكلم ضبط امورك الماليه. الا هذا بقول لكم قصته بعدين، هذا ما يقول سكر ديونك. اكثر كتب الاستثمار اليوم الحريه الماليه كيف تصنعها من البدايه يتكلم عن صفر ديونك. زين ليش مبارك لازم نحاول قدر الامكان نسكر ديوننا؟ خلني اقول لك. شوف طال عمرك مشكله الديون هي مو بس ارقام، مو بس رصيد بنكي قاعد يخصم منه وغيره. مشكله الديون اليوم هي مشكله نفسيه. انت اذا دخلت داخل دوامه الديون ما راح تخلص، لو شنو تسوي ما راح تخلص مهما قلت اي لا واخر قرض وانا قرضي ينتهي 29، ما راح ينتهي 29، راح تعيد جدولته. زين اذا انت عندك مخباه مشقوقه، هذه مخباتي انا مشقوقه، هل يصح اني انا استثمر؟ او بمعنى اصح هل يصح اني انا احط فيها فلوس؟ لان اي فلوس بحطه راح يطيح، الفلوس اللي بحطها بتطيح. اذا شنو الاصح؟ انا اتكلم عن شخص موظف معاشه 1000 1000 ونص 2000 معاشه على قده. هذا شو يسوي؟ اول شيء عشان يوصل عتبه الحريه الماليه يسكر ديونه وقروضه عشان يرتاح، وبعدها يستثمر بالفائض من معاشه. يستثمر بشنو؟ بالفائض من معاشه، عشان لو السوق نزل او غيره ما يحتاج هذا المبلغ، ولو صعد الحمد لله صعد حبه حبه. الناس تبي تنقز من هني لهني. خليني اوريكم شيء. شوف انا مو مدرس بس احب استعمل سبوره عشان اشرح مرات. طيب خلينا نفترض الحين هذا الخط اسمه خط الصفر. ممتاز. خط الصفر وهو خط حياتك الماليه. شنو يرمز له؟ يرمز الى اصولك والديون والقروض اللي عليك. مبارك عليه 10,000 اصول، عنده اراضي اسهم اي كان، وعليه 10,000 ديون. فمبارك في الحقيقه يساوي صفر. فمبارك وينه؟ عند خط الصفر. ممتاز. اليوم وايد ناس في بدايه حياتهم يكون عند خط الصفر، خصوصا الشباب اللي تو متوظف، هذا عند خط الصفر. هو هذا لا عليه التزامات ولا عليه للحين ديون وما عنده اصول. فغالب الناس عند خط الصفر. المفروض من خط الصفر نبدا نستثمر. المفروض هني نبدا نستثمر حبه حبه عشان نوصل الى هني عندك اصول والتزام واصول وتدر لك دخل وغيره. وين الاشكاليه؟ الاشكاليه ان الناس تبي تلبس ثوب مو ثوبها، او مثل ما يقولون الاولين مدري لك على قد الحافه، يبي يلبس الحاف او يبي الحاف اكثر اطول من الحافه. فيسوي؟ يبدا ياخذ قروض وديون، فيصير عنده الديون اعلى بكثير من الاصول. هذا اذا كان عنده اصول، فيكون وين؟ هو هني بالماينس، عليه ماينس 20 30 الف مطلوب للبنك او غيره. زين فشو يسوي الشخص في هذه الحاله؟ يصير عنده طموح انه ابي استثمر، علمني الطريقه شلون ابي استثمر. فيبي ينقز من الماينس ليه على طول للاستثمار. يبي ينتقل من هني ليه وين؟ ليه هني على طول. طيب خلينا نرجع مره ثانيه. شلون ينتقل بالطريقه هذه؟ ما في اي طريقه، ما في اسانسير. فيقوم يقول ابى اروح اخذ قرض عشان استثمر فيه عشان اعوض السنوات اللي مرت علي. طبعا هذه مصيبه لانه قاعد يستثمر في قرض، فهو قاعد يزيد الماينس عنده اكثر، قاعد يزيد الديون عليه اكثر. زين الصحيح شنو؟ الصحيح كالتالي، انه يبدا يسكر قروضه والتزاماته حبه 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 لين ما يرجع لخط الصفر. خط الصفر هو عباره عن بدايه ثبات الميزان عند رقم معين، وهذا اللي نبيه. مشكله الناس ما يبي يوصل لمرحله خط الصفر انه يستثقلها ويشوفها طويله، فيبي اشياء سريعه. والمشكله ان الاشياء السريعه هذه اكثر خطوره، مثل قروض وغيره. فيدش في اشياء يعني حتى في الاسهم يقول ابي اشياء تربحني اضعاف وغيره. طبعا كل هذا ليش؟ لان في شيء قاعد يدفع من وراء انه يبي يعوض اللي فاته. فتصير عنده هنا عقليه اسمها عقليه القمار. هو في الحقيقه يصير عنده عقليه ما يرى الاشياء بصورتها الحقيقيه بس يبي يكسب. فتصير عنده هذه المشكله. انزين الصحيح شنو يا مبارك؟ الصحيح انه يبدا يسكر ديونه والتزاماته حتى يوصل لخط الصفر. وصل خط الصفر صار معاشه كله له، صار التزامه طاحت المقطه، صار ما عليه التزامات، معاشه له. هني يبدا يبني استثماره هني، بس من وين؟ من معاشه. يبدا يبني استثماره على راحته، حق التقاعد، حق عياله، حقه هو، ايا كان. هني يبدا. هذه الطريقه الاسلم والانجح، بس الناس ما تبي هالطريق لانه طويل. فيقول لك لا ابي شيء سريع. والمشكله شيء سريع اللي يطيحون فيه كل ماله ويزود عليهم الحفره عمق. ليش؟ في التأني السلامه.
واخذ الامور بشكل مبسط افضل عشان توصل صح، بس الناس ما تبي توصل صح. زين نرجع للنقطة اللي تو سولفنا عنها، ليش أنا قلت لكم أنا ما أيد روبرت كيوساكي في موضوع الكتابة اللي هو الأب الغني والأب الفقير، وهني حتى من النسخة الإنجليزية. طيب ليش أنا ما أيده في طريقته؟ أنا أقول لك، روبرت كيوساكي طريقته وهي أنه أخذ قروض، أخذ ديون، خلص كل ما تقدر تاخذ ديون أخذ ديون. فهو يرى بهذه النقطة، بس لازم نفهم هو روبرت ليش يرى كتابة ترى جميل جدا ممتع، بس خلونا نفهم هو ليش يرى هذه النظريه او ليش يبي يتبع هذه الطريقه. روبرت كيوساكي يتكلم عن ان في امريكا عندهم الضرائب، الديون ما عليها ضرائب، فهو يقول لك انا ليش اجمع وتجميعي هذا عليه ضريبه وغيره، فانا اروح الى موضوع الديون اللي ما عليها ضريبه، وكذي انحشت من الضريبه. فاول شيء هو يتكلم عن نظره امريكيه بحته لا تقارنها في مجتمعنا. اثنين، روبرت نفسه هو في كتابه يتكلم انه عنده مصادر اموال وايد، عنده تجاره، عنده عقارات قاعد يدخل له. انت ايش عندك؟ انت عندك معاش. فاللي عنده عدد من الانهار اللي تصب في في مدخوله، عنده معاش وعنده استثمار، اقول لك اوكي هذا قادر يغطي اي التزام يصير عليه. ولكن اللي عايش على معاشه مو قادر يغطي هذا الالتزام ويصير عليه صعب. فلما تقول انا معاشي 1500، انت مو معاشك 1500، لا تكذب على نفسك، انت معاشك 1000، لان في 500 قاعد تروح حق البنك. افضل استثمار وانجح استثمار رد ال 500 هذه من البنك، وبعدين حط راسك على المخده ونام وانت مرتاح. بعدها يقول يبا ال 500 طلعت زايده عن حاجتي، يلا خلني استثمرها. لا تستصعب الامور. كم عمرك؟ كم فات عليك وانت كله تقول ابنجح وانجح؟ طق ستوب، خلاص اقتنع ان الامور الثانيه والاشياء السريعه ما كانت تفيد. الله يعطيكم الصحه والعافيه وقواكم الله.